احنا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رافض شكلا وموضوعا الدستور اللي بيتكتب بناس ما بتعبرش عن جموع المصريين. ما ينفعش تبقى مخصصه سياسيه الحزب الفلاني ياخد شويه والحزب الفلاني ياخد شويه، ده من حيث الشكل. يعني قبل ما نخش في تفاصيل ايه اللي بيتكتب النهارده، اللي بيتكتب في الدستور كل التسريبات اللي جايه لنا تسريبات سلبيه جدا. اضعف الايمان اللي بيتكلم عن سن الزواج وعايزين يخفضوا سن الزواج، ده مثال بسيط جدا، وانا رافض ان انا اتكلم في التفاصيل اللي بيتكتب، لان في الاول وفي الاخير لو انا وانت وكل الناس المصريين دول قعدوا واتفقوا على حاجه محدده خلاص يبقى هو ده اللي احنا عايزينه. انما مجموعه معينه هي اللي تكتب لو اتفقوا على اي شيء مهما كان جميل فهو مرفوض شكلا، لان لازم كلنا نشترك فيه. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيرفض بشكل واضح جدا من ساعه تاسيس اللجنه التاسيسيه اللي احنا انسحبنا منها، ولا زلنا بنرفض ان الدستور يتكتب بدون مناقشه مجتمعيه واسعه، ولغايه النهارده بنتمنى ان تسقط هذه التاسيسيه بحكم القانون او بحكم الشعب، واحنا يعني ما بنلعبش على اخر كارت. احنا النهارده بنوعي الناس وهنفضل نوعي الناس لغايه كتابه الدستور ويتعمل استفتاء ونقول للناس الدستور ده ما يعبرش عننا، تعالوا نرفضه. ولو حتى في النهايه الدستور ده اتقبل بنسبه 55 ولا 60% زي ما عملوا قالوا لهم الجنه والنار، احنا كمصريين كان في دستور اسوأ منه مكتوب متفصل على مبارك وجمال مبارك، قدرنا نسقط مبارك وجمال والدستور بتاعه، فاحنا موجودين ونقدر نسقط كل الناس دي بالدستور بتاعنا.